السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بيتكلم عن نفسه، وحطوا لايك بسرعة وتعالوا اوريكم بقى الرصة اللي قد بعض دي اترصت ازاي. وما شاء الله بصوا حجم الكرنبة، الواحد يشوفها يتخض يقول هنعملها في قد ايه. شوفوا دلوقتي هنعملوها في قد ايه وفي اسرع وقت وباسهل طريقة. بصوا هنجيب الورق اللي قد بعض نحطه فوق بعضه بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بسرعة بسرعة، وما فيش اي وقت هتاخدوه ولا مجهود. الكرومبا اللي كانت بتخوف ونقول هنعملوها في قد ايه، بصوا هتتعمل. بصوا كام ورقة اتعملوا مع بعض، اترصوا الورق اللي قد بعضه فوق بعضه وتقطع بنفس التقطيعة فوق بعضه ازاي. مفيش اسهل من كده. من ساعة ما شفت الطريقة دي وجربتها، وانا يعني اكبر كرومبا في كيسو اجيبها ولا يهمني، بتتعمل في اكتر حاجة ربع ساعة. بصوا الرصة بقت عاملة ازاي، كل ورق قد بعضه يتحط فوق بعضه، تتقطع نفس التقطيعة يطلع لي نفس المربعات كلهم قد بعض. بصوا عمالة تزيد ازاي. بصوا شفتوا في الاول الكرومبة كانت قد ايه، وما شاء الله اتقطعت واتعملت. والله مفيش اسهل من كده، ولا تقولي بقى مجهود ولا وقت ولا بهدله ولا رق. بص الكميه قد ايه ما شاء الله. اللهم صل على النبي، كلهم قد بعض. تحطي في ورق فويل بقى وتلفي بستريتش وتشيلي بقى في الفريزر، وتسحبي منه على قد الاكله وقت ما انت عاوزه. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتعملوه وتقولوا لي الله ينور وتكونوا حطيتوا لايك. اشوفكم بقى فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه، اعمل لكم الخلطه بتاعه المحشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.